السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك الجميع وإن شاء الله كل أيامكم خير وأفراح. إخوان، إحنا عارفين القوانين وعارفين اللي بيها وعارفين كل شيء. يعني الله اللي بيصدروا لك البرامج وبيصدروا لك المنصات سحب الكاس من السنغال وسحب مش عارف ايش، ولا راح يسحبوا اشي ولا راح يصير اشي، والبطولة راحت للسنغال، وهذا مفروغ اشي مفروغ منه، مش اليوم ولا بكرة، إلنا سنين بنشجع وعارفين الحكي هذا. بقول لك صارت في أحداث مأساوية بنهاية المباراة وحالتنا حالي. احنا شفنا الفيديو وشفنا تدافع الجماهير السنغالية بده يفوتوا على الملعب، والكاف بقول لك الناس بقول لك الكاف بده يسحب الكاس من السنغال. عايش بيسحب الكاس من السنغال؟ عايش بيسحب الكاس من السنغال؟ الله يخلف عليهم انهم كملوا المباراة. المباراة مشت بسلاسة وتداركوا الموضوع ولعبوا شوطين اضافيات وخلصوا المباراة وكملوا المباراة وحالتهم حالي. من وين طلعوا لنا؟ شغلة الكاف وشغلة سحب الكاس من السنغال. يا عمي بطلوا شغلة الكذب وشغلة بس بدك تجيبوا الترندات على اخواننا واهلنا بالمغرب. نحن من بيني فريق فاز في الكاس، كيف بدك تاخذ منه الكاس؟ فهموني اياها. فريق فاز في الكاس. والله الواحد ما هو بس تعرف يا اخوان شو اللي مزعله؟ انه اقسم بالله انه فقدنا الجماهير، الشغف. ايام كاس العرب وايام كاس افريقيا فقدنا الجماهير وحلاوه المباريات وحلاوه المنافسات وحلاوه الدنيا كلها اللي فقدناها. اما تيجي تقول لي وتضحك على الناس انه بتسحبوا الكاس من السنغال باي قانون، باي كوكب هذا، باي قاموس انك تيجي تسحب كاس من فريق فاز فيه؟ ماشي عم يشتري. يعني انتوا بتيجي احكوا اشي يخش المخ، احكوا اشي يخش المخ. اما بدي اطلع اجيب والله الترند واجيب مش عارف مشاهدة، نسبة مشاهدات، يتقوا الله هذول. شو اخذت انت؟ بس من هديك العلكة. يلا اتقوا والله، سيبوكم من شغلة الترندات وشغلة المشاهدات وشغلة الفتن وشغل النفاق وشغل مش عارف ايش. وسبق قلنا لك اياه، وكل واحد بده يطلع يعمل لي حاله انه فتحل بالقوانين، كل واحد يطلع يعمل لي حاله فتحل بالقوانين. ما احنا حضرنا المباراة يا اخوان، حضرنا المباراة. يعني الناس يعني مش حاضر المباراة. المشكلة صارت قبل الشوطين الإضافيات. نرجع نحكي مظبوط يا اخوان. المشكلة صارت واحداث البلنتي تاع المغرب صار قبل الشوطين الإضافيات. انت بترجع بتقول لي بدهم يسحبوا الكاس. من ايش تسحبوا الكاس؟ فهمونا. هذول اللي يطلعوا ياخذوا الترندات ومشاهدات على حساب اخواننا المغاربه. يعني القصة وما فيها يا اخوان، القصة وما فيها انه المغرب عملت افضل نسخة بكاس افريقيا. كيف انه بقول لك كمان بده ياخذوا المونديال. كيف بدنا نخرب عليهم؟ كيف بدنا نخرب عليهم؟ هيك اطلع احكي. كيف بدك تقرب على اخوانك المغاربه انه ياخذوا مونديال كاس العالم؟ هيك احكي. كيف بدك تقرب؟ لانه بقول لك افضل نسخه كاس افريقيا هي اللي صارت عند اخواننا واهلنا بالمغرب، عند اهلنا واخواننا بالمغرب. القصه هاي هيك القصه يا اخوان، هيك القصه. بدك تطلع احكي بواقعيه،
احكي بواقعية. الناس مش غشمة، احنا مش غشمة. احنا حضرنا المباراة والناس كلها حضرت المباراة. الاحداث صارت قبل الشوطين الاضافيات. انت بتقول لي في ناس ماتت، في ناس مش عارف ايش. من وين جبت لي اياهم؟ كان حكوا، كان وقفت المباراة فعلا. لو في اصابات صارت بين الجماهير وناس ماتت كان وقفوا المباراة يا اخوان، كان السنغال انسحبت. بس انت بدك تطفي بهجة فرحة اخواننا المغاربة باحسن تنظيم صار لأهلنا بالمغرب. احسن تنظيم بشهادة الناس جميعا، افضل تنسيق وافضل مونديال افريقي صار بالمغرب. اطلعوا شكروا الناس، احنا سبق قلنا لكم اياها. اطلعوا شكروا الناس، اطلعوا امدحوا الناس، اطلعوا امدحوا الناس على تنظيمهم الرائع اللي ما قصروا مع اي فريق في البطولة، على السلاسة في المعاملة، على كل اشي صار في المغرب. اما تطلع تقول لي بدهم ياخذوا الكاس من السنغال ويعطونا المغرب، هذا حلم ابليس في الجنة، هذا حلم ابليس بالجنة. وسبق قلنا لكم يا اخوان، اتقوا الله بالعالم، مش عشان تجيب انت مشاهدات وتجيب ترندات وتجيب لايكات على حساب شعب المغرب وعلى حساب اهلنا واخواننا بالمغرب. مبين الفكرة شو هي وشرحنا لكم الفكرة شو هي. بس في عالم منافقة وتحبش تطلع تحكي الحكي هذا، هي معروفة يا اخوان. انا كيف بدي هسه قطر نظمت احسن كاس عرب، كيف انا بدي اطفي قطر؟ بدي اطلع صورة اشكك في البطولة واشكك مش عارف مين. المغرب نفس الشيء سوت احسن كاس افريقي، كيف بدي اطلع انا اصور ابرر واصور اطخ على اهلنا بالمغرب؟ لا، بدي اطلع صورة اشكك واطلع فتن واطلع مبررات. المغرب سوت احسن كاس افريقيا بشهادة الجميع، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يروح يضرب راسه بالحيط. وظلكم مش تفكروا على اهلنا واخواننا بالمغرب انه المونديال وكاس افريقيا ومش عارف ايش. احنا حضرنا المباريات وحضرناها من اولها لاخرها، ما صار في مشاكل الا باخر مباراه، وما شفنا الحكي هذا اللي بتحكوا عنه وطالعين تحكوا. انتم مصدرين الصوره تدافعوا الجمهور، مصدرين صوره التدافع الجمهور. طيب ماشي، ليش ما طلعتوا من الاول بررتوا ولعبتوا 30 ساعه 30 دقيقه ربع ساعه شوطين اضافيات للناس العقال والناس الفهمانة والناس اللي بتفهم بالطابة واللي بتخاف الله، تطلع تحكي كلمة حق لأهلنا وإخواننا وأشقائنا في المغرب، إنهم عن جد مثلوا العرب أحسن تمثيل في كأس أفريقيا. خلصت الحكي كله يا إخوان، خلص الحكي كله خلص. هذا زبد الكلام. أما تيجي تقول لي بدي أخذ الكأس من السنغال، هذا حلم إبليس في الجنة، حلم إبليس في الجنة. لما ترجع أم عروس اللي بده ياخذ الكاس من السنغال ويعطينا المغرب. هذا الحكي المضبوط يا اخوان. احنا بش يوم يومين وثلاث ولا سنه ولا سنتين ولا ثلاث احنا بنحضر مباريات وعارفين شو القرارات. الا 100 سنه بنحضر و100 سنه بنشجع. بدهم يعني الى قوانين معروفه. بدك هذا، بدك تسوي مخالفات، تخالف على اشي مش حاصل، على اشي مش حاصل بكل البطولة. وبينت شو اللعبة، بدهم يقللوا من قيمة الكاس اللي عملته المغرب، وبيطلع لهم مش ما بيطلع لهم، ما بيطلع لهم على الكامل، تنقص من قيمة البطولة وتعب الشعب المغربي
بإقامة البطولة ونجاح البطولة ببلدهم. هاي هي كل الفكرة يا إخوان، بدهم يقللوا من نجاح البطولة بس. اللي عجبه الحكي عجبه، واللي ما عجبه في 600 حيط، بدل الحيط في 600 حيط يروح يضرب راسه بيهن. كل الاحترام والتقدير للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يقوي الشعب المغربي، يكون بعونهم على الناس المنافقة اللي بدها تعمل ترندات على حساب ظاهرهم. سلام.